الحضري. فاحنا اتفقنا على وعد ان بعد المباراه انا ومعتصم يكون لنا اللقاء في ننهي هذا الموضوع بالطريقه الوديه. لان الحقيقه رئيس الاتحاد، رئيس النادي المريخ من الناس المحترمين جدا طبعا اللي هم طبعا الموقف لا يتحمل اي بعد اكتر من كده مع السودان ومع الاخوه في السودان اللي طول عمرهم كرمونا، او الناس كرمونا بعد ما خدنا بطوله كاس افريقيا. صح. يعني الموضوع هينتهي ان شاء الله يا كابتن سمير مع الاتحاد السوداني، ان موضوع الحضري هيخلص باذن الله بوجود معتصم اخويا، وانا شايف ان الموضوع ان شاء الله يخلص على خير باذن الله. ان شاء الله. كابتن سمير بشكرك شكرا جزيلا كابتن سمير، وبالتوفيق ان شاء الله، ونشوف منتخب مصر بعد هذا التوقف الطويل بشكل ايجابي مع البرازيل. ماتش قوي على فكره، بس البرازيل برضه حاليا مش في احسن حالاتها، طلعت في بطوله طبعا امريكا الجنوبيه، طلعت من الادوار الاولى من اللقاء، وكانت كل اللاعبين في حاله مش حالتهم الطبيعيه، وباتو حتى لو هيلعب بقاله شهرين ما بيلعبش، في لعيبه كتيره مش في حالتها الطبيعيه، كاكا مش موجود، مارسيليو مش موجود، فان شاء الله يبقى ماتش باذن الله كويس. معلش طلعنا بس نشوف الدنيا فيها ايه بره ونخش تاني جوه. كابتن طارق، عايز قبل ما البرنامج يخلص بسرعه، كنت بتكلم على عمرو زكي قدم طلب دلوقتي شكوى، في لاعبين عليها شيكات، واحد باعت لي يمكن روميو بيقول لي يا كابتن ارجوك تاخذوا موقف، مستحقات اللاعبين من حق 23 لاعب الرحيل في خلال الايام. الكلام ده ايه بالنسبه لي؟ كلام يخوف يعني، سيبك من يخوف يعني زي حسين يعني ياسر. احنا دلوقتي لا، حسين محمدي ده قصدي حسين محمدي ايوه، يعني استغل فتره معينه، وهو يعني اللي مش عاوز يلعب نادي الزمالك. نادي الزمالك طب خلينا في مواقع محدده. عمرو زكي احنا بنتكلم على عمرو، يعني دلوقتي عمرو زكي، ما احنا دلوقتي الامور كلها يعني في اقوال كانت قبل كده بتقال ان اللعيبه اللي مش عارف المجلس لم يوفر، يعني كل حاجه المجلس لم يوفر، المجلس لم يعمل الكلام. طيب احنا كمجلس اداره بنبذل مجهود، يعني انا عاوز اقول ايه، بنبذل في كل انواع الدخول احنا داخلين فيها. يعني انت عندك دخل في الفضائي القنوات كل ده متاخر يا كابتن عليكم. ما هو كل ده متاخر. التاخير ده مش مننا احنا. التاخير ده من مين؟ التأخير ده من الظروف الموجودة. طب ايه الحلول بقى الحلول اللي موجودة عندنا حلول. موجودة حلول، بس يعني عمرو زكي مثلا دلوقتي ايه الحل بتاع عمرو زكي حاليا؟ يعني عمرو زكي، يعني انت عمرو زكي هل تأخر؟ اللاعبين دي لازم تفهم كويس قوي ان يعني ان فلوسهم كلها محمية من اقوى من مصر. يعني رئيس جمهورية مصر ما يقدرش يقول ان لا مش لا، ده محمية من الفيفا. فيفا ضمن لهم فلوسهم، فبالتالي هياخدوا حقوقهم تماما. واللعيبه الاخرى كلها يعني الفلوس جايه. عمر النادي الزمالك لم يحدث. حاجه بتطالبهم بالصبر. انا بطالبهم مش بالصبر، يعني لان هو الكلام اللي بيقوله الكابتن طارق ان في دخل فلوس يعني في فلوس جايه دلوقتي حالا. يعني في فلوس دخلت بالنسبه للبث الفضائي، في فلوس دخلت 15 مليون، وفي 15 مليون جايه، ودي فلوس جايه موجوده. يعني يصبروا شويه، يعني يصبروا شويه، لان برضو ايضا في البوتيكات اللي عندنا، في ناس بتطلع تيجي تتكلم على البوتيكات، والناس بتتكلم على البوتيكات فعلا. في ناس تقول لك نادي غني جدا وبوتيكات ومحلات والزمالك لم يستفيد. ما هو انا دلوقتي عاوز اقول ايه، يعني نتكلم نقطه نقطه ولا مفيش وقت؟ ما عشان نتكلم يعني نتكلم نقطه نقطه. انا ممكن اقول كل واحد يعني اللي بيتكلم في عجاله كده هيقول يعني مثلا البوتيكات عندنا 19 20 بوتيك، 19 هم البوتيكات دي علشان يعني علشان تبقى فيها تبقى حق انتفاع، لازم ترجع للوائح، تصطدم بلوائح المجلس الاعلى. فبالتالي لازم قانونيا الدكتور اسامه المليك بيبذل جهد علشان تلف، علشان نقدر ان احنا نبيع هذه البوتيكات، وان شاء الله اليومين اللي جايين هتتباع هذه البوتيكات. قلنا بس والرعايه فلوس جاريه كل شويه بتيجي. طيب يا جماعه، بس هي اللي هي كابتن طارق، لان الحاجات دي بتاثر اكيد كابتن طبعا مدرب، بتاثر على اللعيبه وتاثر على علاقه